قبل ما اكلمك في التغييرات يا كابتن، اصل يعني هي المباراه لها وضع خاص ولها سيناريو خاص لعب. السيناريو الاول ان فريق بتروجيت في الشوط الثاني كان افضل بكتير جدا من الشوط الاول في حته الانتشار وفي الضغط، وكمان في عمليه الضغط اكتر على الاربعه المدافعين. يعني كان في اخطاء في الشوط الثاني كتيره جدا على قلبين الدفاع نجيب وجمعه، بسبب ان كان طلعت محرم خد تعليمات انه يبقى راس حربه ثاني فعلا مع مروان محسن، ودي ساعدت كتير. تعديل الطريقه ل 3 4 1 2 بمحمد ابراهيم صانع لعب برضه اثر كتير جدا على النادي الاهلي، واثر على حته نص الملعب. يعني جاب كوفي، خلاه من لاعب مساك خلاه ليبرو في اول ربع ساعه في الشوط الثاني، تعب كتير عماد متعب، وادى صلاحيه اكتر لكوفي انه يتحرك كمان، بدل ما يبقى عمليه رقابه بس يتحرك كتير في نص الملعب، فزود لعيبه نص الملعب بالنسبه لفريق البتروجيت. كل دي امور اثرت بكتير. لعب باثنين ارتكاز بدل 3، ريح حته النواحي الهجوميه اكتر لصانع لعب زي محمد ابراهيم والاثنين قلبين الدفاع، شغل لعيبه نص الملعب اكتر حسام غالي وشوقي قبل نزول احمد شديد ناوي في حته الدفاع اكتر من النواحي الهجوميه، فعمل جاب كبير جدا على خط الهجوم في النادي الاهلي. تقدم الاطراف، استخدم جبهه كويسه جدا في الشوط الثاني بتاعت اسامه محمد، ورمى علي محمد ابراهيم قبل نزول قبل خروج كمال علي، فعمل ثغره كبيره جدا على احمد فتحي. ما شفناش في احمد فتحي في الشوط الثاني، وكانت معظم الكرات بتيجي من اسامه محمد، وحتى التسديد اللي هو المتحرك. قرب المسافات. يعني لو جبنا لقطات كتيره جدا هتلاقي المساحات ما بين خط دفاع فريق البتروجيت ووسط ملعبه وصانع اللعب وراسين الحربه كان قريب جدا، عشان كده ما كانش فيه مساحات كتيره استهلكت مجهود كبير من النادي الاهلي. لا. الخطا في النادي الاهلي في الشوط الثاني ده يمكن بتروجيت انا شايف ان الشوط الثاني ادى بالشكل ده بالسيستم دوت اللي انا قلت لك عليه. فريق الاهلي المثلث فقد اضلاعه، المثلث اللي هو في حسام غالي وفي عبد الله السعيد وفي وليد سليمان، فقد اضلاعه. انت عشان تخلي المثلث زي ما هو بنفس المعدل وبنفس الامور وبنفس الريتم، لازم تنزل لاعب عنده الامكانيه يلعب على الطرف الشمال زي جده او زي جونيور اذا كان ممكن، ويحط ابو تريكه ناحيه الشمال ويخلي جونيور ناحيه اليمين، عشان ما نحسش بالفرق الكبير وما تديش مساحات وحريه حركه اكتر لفريق بتروجيت. وده اللي حصل لما نزلت شديد لعيب بالتبعيه بيلعب تحت شويه، فساب مساحه كتيره لاسلام الشاطر يزيد، ساب مساحه كمان لمحمود سامنه يزيد، ودي ريحت نادي بتروجيت تماما وخلت الهجوم بعبد الله السعيد وابو تريكه وعماد متعب قبل ما يخرج عماد متعب. وطبعا طبيعي ان شديد لعب ارتكاز اكتر منه لعب كلاعب صانع العاب، ريحت كتير جدا. الزياده كانت بالنسبه للنادي الاهلي قليله جدا. خرجت عماد متعب ونزلت واحد زي محمد نجدو، زي ما قال لي زميل معلق بلال علام ما لعبش راس حربه، فبالتبعيه برضه كوفي وسامنه وده اللي كنت هكلمك فيه. هو خرجوا في الدقيقه 63 و67 جه الهدف، اعطى اريحيه محمود سامنه هو يخش. لو كان متواجد عماد متعب كان هيرجع 2 من الدفاع مثلا ورا. مرسي عبد اللطيف 3، خلاص ما فيش اي راس حربه. جده مش راس حربه، دايما بيلعب ناحيه اليمين، هو حتى تلقائي بيلعب ناحيه اليمين او الشمال، يعني طبيعي هتلاقي ال3 مدافعين دول لازم 1 أو 2 يزيدوا منهم. ارجع تاني للهدف هتلاقي سامنه وفي كوفي معاه الاثنين في الهدف الثاني واجدين، نظرا لعدم وجود لاعب زي عماد متعب اللي كان عامل سرعه جامده جدا في خط 18، حتى لو ما بيحرزش اهداف، حتى لو ما بيجيبش اهداف، بس وجود عماد متعب كسبرنت وكراجل عمق ممتاز جدا، فموقف مع 2 قلبين دفاع. خرجت عماد متعب ونزلت واحد زي جده طبيعي يمين او شمال، ابو تريكه نفس الموضوع، عبد الله السعيد، فخلاص انت ريحت خط دفاع بتروجيت. فانا شايف ان دي كانت عوامل مساعده ممتازه لدفاع بتروجيت وسط ملعب بتروجيت. الرقابه المفروضه على غالي وعبد الله السعيد افقدت النادي الاهلي اللي هي يعني لا يقل عن 60 او 70% من النواحي الهجوميه، وخاصه ان في الشوط الاول كانت متنوعه زي ما قال الكابتن في تنويع. التنويع ما كانش موجود. الشوط الاول كان تنويع بين وليد وعبد الله وحسام غالي. في الشوط الثاني لما عملت رقابه مفروضه على غالي وعلى عبد الله السعيد، خلاص الضلع الثالث في المسلم مش موجود، فخلاص افتقد الناحيه الهجوميه. عشان تعمل ناحيه هجوميه من تحت عند سيد معوض وعند احمد شديد ناوي، على بال ما يتحرك للجزء الثاني عندك اسلام الشاطر بيكون مقابل، اسامه محمد بيكون مقابل، نفس الموضوع كمان للاعيبه الارتكاز احمد شعبان ومشهور احمد اللي عمل مباراه من اقوى ممكن، وخروج متعب ريح كوفي محمد خلاه لاعب ارتكاز ثالث مع الاعتماد ان في صانع لعب. كل الامور ده انا في رايي تغييرات جوزيه ساعدت فريق بتروجيت، والتغييرات اللي عملها الكابتن طه بس استفاد منها بشكل كبير، وتغيير الطريقه وتغيير الاسلوب برضه رايح الكابتن طه. نعم. هل ده بسبب ان هم اول مره يلعبوا مع بعض مثلا جده والسيد حمدي وابو تريكه وعبد الله السعيد، ولا ده وظيفتهم كلهم زي بعض، ولا ايه، ولا كابتن طه بصري هو السبب، ولا ايه الموضوع؟ بص، انت كان في الشوط الاول في محطه بتركه انا لا اسمع عماد متعب في الراس الامامي. بعد كده عندك ثلاثي تحت اذا كان ابو تريكه وعبد الله السعيد ووليد سليمان، فانت بتشتغل لهدف، الهدف ده موجود عندك قدام في الحته الاماميه عماد متعب، حتى قلت لك لو مش متواجد شكليا باحراز اهداف، ولكن هو سرعته وامكانياته والاختراق من العمق مريحه كتير جدا من حته نص الملعب، عارف ان ترجمه لعبه نص الملعب ممكن تدي شكل كويس لعماد متعب، بالاضافه ان كان في واحد بيزيد عندك زي حسام غالي.
في الشوط الثاني انت لعبت 28 دقيقه بدون راس حربه، بتلعب بجده والسيد حمدي ومش راس حربه، ابو تريكه، عبد الله السعيد، حسام غالي، مع الاعتماد ان واحد دفاعيه عند شوقي قليله جدا، ان واحد دفاعيه عند شديد قليله جدا. نعم. في فرق كبير جدا بين شهاب احمد كراجل لاعب ارتكاز يعرف يدي دور الدفاع ويعد تامين كويس جدا على الطرفين وحتى قلب الدفاع، نفس الموضوع لحسام عاشور، فرق في الامكانيات كبيره جدا. يا كابتن تامر في كارثه كبيره في النادي الاهلي اسمها خط الدفاع في الوقت الحالي، وما ورا نص الملعب في الناحيه الدفاعيه وحراسه المرمى. لازم نتكلم بكل منطقه. خط الدفاع قلبين الدفاع ولا الظاهرين؟ قلبين الدفاع، وانا شايف ان احمد فتحي برضه بعيد عن مستواه بشكل كويس، يعني بشكل مؤثر. نفس الموضوع سيد معوض يمكن بيأدي الدور الهجومي برائع. طب ليه ما نقولش ان خط الدفاع كابتن خالد شايل على الديفندرات موضوع، يعني شايل مكان حسام غالي وشايل محمد شوقي، لو حسام عاشور موجود مش هتلاقي الموجود ده كله في خط الدفاع. ممكن يعني نديها 50%، بس 50% برضه يعني انا شايف ان سيد معوض قليل في الدفاع. احمد فتحي مش شايل رجله، يعني في حاجه غريبه جدا، ما بيأديش بنفس الشكل احمد فتحي اللي كان موجود في السنه اللي فاتت. حتى البين الدفاع نجيب وجمعه لسه ما اكتملوش، يعني ما انسجموش مع بعض زي السيد وجمعه مثلا، كان قبل كده الاثنين عاملين التفاهم وانسجام عالي جدا. في مشكله برضه مأثر عليها ان الدور الدفاعي بتاع شوقي قليل، زي ما انا قلت وزي ما انت قلت قليل جدا، فانت تلاقي في مساحه كبيره ما بين خط الدفاع وبين نص الملعب بيستفيد منها الفريق المنافس. حرس الحدود ما استفادش، كان بيلعب براس حرب واحد، يا احمد سلامه يا احمد عبد الغني يا احمد مكي، واحد من ثلاثه. النهارده كابتن طه بدا براسين حربه، وكان طلعت بياخد دور وسط ملعب. في الشوط الثاني لما شاف ان في فجوه كبيره جدا في نص الملعب عند شوقي، مس باس كتير، ما فيش نواحي دفاعيه، ما بيشتغلش كويس جدا مع التامين الدفاعي، فراح مزود راس الحربه، خلى طلعت قبل ما ينزل وائل فراج خلاه يلعب راس حربه ثاني. بان الانهيار وبان الكوارث وبان الشوارع اللي موجوده في خط النادي الاهلي. دي نقطه. النقطه الثانيه راح مزود لاعب صانع العاب، وشوقي ليس له القدره على حته الرقابه، حته صناعه اللعب دي موجوده عند واحد زي عند واحد زي عاشور وواحد شهاب، عندهم الدور الدفاعي كويس جدا يعني بالايحاء بالحس، مش موجود عند شوقي. كل ده ادى افضليه اكتر. ممكن حد يطلع يقول لك عشان بتروجيت طلع اتعادل احنا بنقول الكلام ده، لا طبعا. انا كمدرب وانا قاعد على الدكه بستفيد من اخطاء الغير، انا استفدت من اخطاء عملها مانويل جوزيه في حته تغييرات لبعض اللعيبه. يعني انت في الوقت اللي انت محتاج فيه محمد شوقي خرجته وسبته ونزلت حسام عاشور، شديد قناوي، شديد اهو موجود وهو برده ما عندوش الدور دفاعي كويس، وخليت وسط ملعب النادي الاهلي ما فيهوش اي لاعب عنده دور دفاعي، لا حسام غالي ولا احمد شديد قناوي. كانت معظم الهجمات المرتده كانت ممكن تبقى خطوره على النادي الاهلي. كل دي اخطاء استفاد منها كابتن طه، وكابتن طه حاول واجتهد طبعا. اجتهد في تغييراته طبعا، اجتهد في الاخطاء اللي ظهرت عنده في الشوط الاول وعدلها، اجتهد في تعديل بعض اللعيبه زي كوفي وزي محمود سمنه وزي اسلام الشاطر، اجتهد انه لعب بالاثنين ارتكاز وخرج لاعب زي كمال علي ولعب محمد ابراهيم. ده اجتهاد في ظل الاخطاء اللي انت عملتها في الشوط الثاني. حصل التعادل من ضربه ثابته او من غير ضربه ثابته، ما الاهلي جاب الجول الثاني من ضربه ثابته، فالعمليه كلها كابتن تعمل الموضوع ان انا بستفيد وانت بتخطأ، والشاطر اللي في الاخر طبعا اللي يقدر يخلص المباراه. واعتقد ان الكابتن طه استفاد كتير جدا أكيد من تغييرات مانويل جوزيه. كابتن زيزو، كابتن